خلصنا التحفيل، نحط التحفيل بقى على جنب. تعالوا نتكلم كده كلمتين فنيا شويه عن ماتش الاهلي والزمالك. هنتكلم بحياديه، احنا خلاص اتحفلنا واحنا اهلاويه. تعالوا دلوقتي بقى نتكلم بحياديه شويه من وجهه نظر فنيه، نحاول نحلل كده اللي حصل في الماتش. تعالوا كده نحلل اداء الزمالك شويه وبعد كده هننتقل على الاهلي. الزمالك لعب اول 10 دقايق كان بشكل كويس قوي، وفعلا جاله فرصتين كان ممكن يخلص بيهم الماتش. بدأ في الاول كمان بفرصه لعدي الدباغ، وفي فرصه كانت بتاعت ناصر ماهر. في حاجه بقى حصلت من بعد الدقيقه 14 او الدقيقه 13 كده، ليه كزمالك رجع ورا وعمل دفاع كومباكت. انا من وجهة نظري هرجع بقى لناحية الاهلي، اللي انا هقول لك ازاي هو اللي اجبر الزمالك ان هو يرجع. الاهلي بدأ الماتش بالحالة الفنية اللي نهى بيها الماتشات اللي فات، وهي ان هو مخضوض متاخد تايه في الملعب، مش عارف يتحكم في رتم الماتش. بعد العشر دقايق دول او ربع ساعة كان في كلام من بره من على الدكة، بخصوصا من عماد النحاس، وخصوصا كمان من عادل مصطفى. ركزوا معايا على الاسم. ان هو كان بيتكلم مع لعيبه ان هو اهم حاجه امسك كوره بس، امسك كوره واعمل باص، امسك كوره واعمل باص. حتى لو هتعمل دوت في التلت بتاعك، حتى لو هتعمل في التلت التاني مفيش مشكله، مش لازم توصل للتلت الاخير، بس امسك كوره. همد الزمالك شويه الدخله اللي هم داخلينها.